السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كده قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. النهارده عمر الكتاكيت بتاعتنا. طبعا زي ما انا عرفتكم الفيديو اللي فات، انا عندي عمرين في الكتاكيت دلوقتي. عندي عمر دلوقتي بقى عمر 14 يوم، والنهارده ال 15. نقول عمر 15 يوم. وعندي كمان عمر 11 يوم. الفرق بين دول ودول 4 ايام. يا جماعه انا اول مره ادخل كتاكيت على بعضها، يعني ادخل كتكوت الاول وبعد كده استنيت 4 ايام ودخلت كتاكيت تاني عليهم. اول مره اجرب ان انا اعمل كده. هل يا ترى الدنيا هتمشي كويسه؟ حاجه هتحصل لا قدر الله؟ انا مش عارفه، بس احنا مع بعض اهوت وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس الحمد لله ولله الحمد. اللهم احمدك يا رب. لحد دلوقتي الحمد لله مفيش اي مشكله قابلتني. بس دلوقتي المكان انا حاسه ان هو ضاق على الكتاكيت، يعني البطاريه الدور اللي هم فيه دلوقتي كده انا حاسه انه بقى ضيق عليهم، لاني حاطه علافات فيه وحاطه سقايتين وحاطه 3 علافات. فانا حاسه ان كده كتير عليهم. ماشي. فانا هعمل ايه؟ العمر الكبير اللي هو ال 15 يوم دولت ان شاء الله كده. البطاريه دورين هي زي ما انتم شايفين. تمام. انا هبدا انزل الكتاكيت اللي عمر 15 يوم دي، هنزلها في الدور التحتاني اللي فاضي ده. تمام. اي نعم طبعا كده لما هشيل الفراخ اللي عمر كبير من وسط الفراخ اللي اصغر منها، طبعا انا حاسه ان كده ممكن ياخدوا مني لطشه برد. تمام. فانا هحاول ادفي اللي فوق قدر الامكان عشان ما يجيلهمش برد، عشان مهما كان الكبار مع الصغيرين نفسهم مضفي بعض. تمام. مع اللمبات بتاعه التدفئه، مع اني كنت بشغل شعله، كل ده فيه تدفئه. طبعا انا دلوقتي شلت التدفئه اللي هي الشعله اللي كنت مشغلاها، لقيتهم كويسين. كانت يعني بالصدفه كده الانبوبه بتاعتي خلصت وحبيت ان انا اغيرها، فلقيت الدنيا كويسه وماشيين كويس من غيرها الحمد لله. فانا شلتها وشغاله دلوقتي من غير الشعله، معتمده بس على اللمبات بتاعه التدفئه. تمام. فانا ان شاء الله خير كده هنقلهم في الدور التحتاني، هركب له لمض عشان ما فيهوش الدور التحتاني فيه لمبتين، مش لكن الدور اللي الفوقاني ده فيه 3 لمبات، انا معلقه فيه 3 لمبات. ماشي. لكن الدور التحتاني ده ما فيهوش الا مكانين اتنين لللمبتين بس. تمام. فانا هعلق فيه لمبتين اتنين كل واحده 100. وهبدا ان انا انزل الكتاكيت اللي عمرها 15 يوم ديت، وهنشوف ميزانها مع بعض برضو. عمر 15 يوم التاني ميزان قد ايه؟ النهارده ال 15. تمام. هو المفروض ان انا اوزنهم بكره الصبح ال 16، اوزنهم بكره الصبح. بس انا ممكن اوزنهم معاكم النهارده على حسب يعني المستطاع معاه. تمام. وهنحط لهم كمان ايه على العلف؟ هنحط لهم اعشاب معانا، وهحط لهم على الميه الدواء ده ايه يا ام مريم؟ انا هحط لهم الدواء ده. انا جبته لهم من عند البيطري لما لقيت فيه اسهالات عسلي. لما لقيت فيه اسهالات عسلي رحت للبيطري واداني العلاج ده علاج للكوكسيد يا جماعه، اللي هو البراز البني دوت. وهي جرعه اولانيه بتتاخد عموما يعني من بدايه 13 يوم لحد يعني ممكن لحد عمر ال 17 يوم كده. دي جرعه بتبقى جرعه الكوكسيديا الجرعه الاولانيه. طبعا انا ساعات بحط الاولانيه وما بضطرش الحمد لله ان انا احط التانيه، واكتفي بالجرعه الاولانيه بس طالما ماشيين معايا كويس والدنيا كويسه، فبكتفي بالجرعه الاولانيه دي بس طالما الفراخ معايا كويسه وبطلعها على خير الحمد لله. يعني انا الدوره اللي فاتت الحمد لله مطلعه الفراخ بتاعتي بجرعه كوكسيديا واحده بس، اللي هي اديتها لهم في العمر الصغير ده، وما اديتلهمش اللي هي التانية اللي بتتاخد مثلا على عمر 28، وممكن تتاخد على يعني بعد 30 كمان. بس انا ما اديتلهمش الجرعه التانية اصلا كمان، والحمد لله كانوا حلوين وطلعتهم على خير ان شاء الله. فان شاء الله برضه هنشوف مع دول الدنيا هتمشي ازاي، وهنزلهم زي ما قلت لكم بقى في الدور اللي تحت، واحط لهم الدواء ده في الميه، وقال لي نص معلقه على لتر الميه. تمام. انا طبعا هنقلهم بقى، وان شاء الله بعد ما انقلهم اوريكم انا عملت ايه، ونشوف هنحط على العلف ايه كمان. هنقلهم وارجع لكم تاني. طبعا انا نقلتهم اهوت، بصوا معايا كده. نقلت اللي هم عمرهم 15 يوم، نقلتهم هنا في الدور التاني اهوت، وحطيت لهم الميه بتاعتهم، ونحط عليها بقى جرعه الكوكسيديا زي ما قلت لكم. وهعرفكم دلوقتي ازاي نعرف نحط امتى جرعه الكوكسيديا ونحطها يعني
نحطها لما تظهر اعراض الكوكسيديا ولا من غير ما تظهر؟ بس هحط لهم بقى الاكل كده. احنا حطينا ايه معاكم على الاكل؟ اللي انا حطيت لهم العلف اهوت، حطيت عليه ده طبعا لسه بياكلوا اللي هي العلف لسه بياكلوا العلف اللي هو ال 21%، سوري 23%. 23% اللي هو البادي الناعم اهوت اللي محبب ده، اللي هو اول درجة في العلف. تمام. حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه نص معلقة كركم، حطيت عليه نص معلقة كزبرة ناشفة، وحطيت عليه نص معلقة كمون عادي اللي هو بتاع الطبخ بتاعنا ده. تمام. احطه لهم دلوقتي، اقلبه مع بعضه كده واحطه.